نصابين اشتغلوا الراجل داخل عليه وعامل نفسه ساحر. طبعا كان قدامه شويه حاجات موجوده على الريون، بيقول له هعمل لك حركه جميله جدا. قال له اعمل. طبعا الهانم اللي دخلت دي الراجل اصلا ما شافهاش، لانها كانت داخله مستخبيه في العبايه الغريبه العجيبه اللي هو كان لابسها دي. وكل ما يحط حاجه في الصندوق الست دي تاخدها. يا بنت اللذينه قلدتوا الراجل يا ولاد اللذينه. خلينا نتفرج لان اللي هتشوفه محدش يقدر يتوقعه. الراجل طبعا فرحان بيقول له كل الحاجات دي دخلت الصندوق. قال له اه تمام كله دخل في الصندوق، وهعمل لك كمان حركه انت عمرك ما تاخد على بالك انك هتشوفها خالص. قال له طب ماشي، طب فين الحاجه؟ قال له ما تقلقش الحاجتك كلها موجوده، بس هات اللي موجود وراك ده على الرف. قال له تمام. راح مبدلين العلبه. طبعا العلبه الثانيه كانت مفتوحه، العلبه دي طبعا مقفوله. حطها جوه. قال له تمام. قال له تمام. الهانم خرف. الهانم طلعت تجري، نفدت بجلدها. قال له العلبه ايه؟ قال له فين الحاجه بتاعتي؟ قال له الحاجه بتاعتك يا عم انت وانا رحت في حته، ما انا واقف قدامك اهو. قال له لا يا عم، الحاجه كلها راحت فين؟ قال له انا ممكن اخفي لك العلبه دي. قال له لا 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 خليني بس جيب لي الحاجه. عاوز يخلع. قال له لا اصبر ما تخلعش، خلينا بس هات لي الحاجه لان الحاجه دي ثمنها غالي وانا شغال في المحل وهدفع ثمنها من جيب. قال له لا يا عم ما تقلقش، انا عمري ما هنصب عليك، ده انا ساحر بس بعمل حاجات يعني بضحكك معايا. قال له طب اديني الحاجه بتاعتي. قال له طيب اصبر الحاجه بتاعتك عاوزها؟ قال له اه. بص الصندوق فاضي؟ قال له اه. قال له امال فين الحاجه؟ قال له الحاجه رصيتها لك على الرفوف. الراجل بص ايه ده؟ قال لك اترصت على الرفوف ازاي يا عم؟ قال له اسمع بس، مش الحاجه اختفت؟ ما انا قدامك فاضي اهو، فتشني يا عم فتش. قال له يا عم لا تمام. قال له خلاص يعني موجوده يعني على الرفوف؟ قال له اه موجوده على الرفوف. قعد يتكلم معاه وبيقول له اعمل لك حركات تاني. قال له لا ما تعمليش حركات تاني كفايه عليا كده. قال له طيب يلا انا ممكن اختفي لك وانا واقف كده هوبا ورايح يا سيدي اختفي.